تعد مدينة فاس من أعرق المدن المغربية والإسلامية ومنارة للعلم والثقافة والدين عبر قرون طويلة، فقد احتضنت العلماء والفقهاء وحفظت القرآن الكريم، وأسهمت في نشر قيم الإسلام والاعتدال، حتى أصبحت رمزاً للإشعاع العلمي والروحي داخل المغرب وخارجه. تأسست مدينة فاس في أواخر القرن الثامن الميلادي، واشتهرت باحتضانها لجامع القرويين الذي يعد من أقدم المؤسسات التعليمية في العالم. ومنذ نشأتها ارتبط اسم المدينة بحفظ القرآن الكريم وتدريس علومه، حيث انتشرت الكتاتب القرآنية والزوايا، والمساجد خرجت أجيالا من الحفاظ والعلماء. حين يلتقي النور بالكلمة ويصافح القلب كتاب الله، تولد حكاية اسمها دار القرآن حفصة. إنها ليست مجرد فضاء للتعلم، بل منارة تنير العقول وتزكي النفوس وتغرس في الأجيال حب القرآن الكريم تلاوة وحفظا وتدبرا. في رحاب هذه الدار المباركة تتعالى أصوات التلاوة وتكتب قصص النجاح بأحرف من نور، حيث يجد الصغار والكبار بيئة إيمانية تجمع بين العلم والأخلاق والقيم. وفي هذا اليوم المبارك نجتمع لنحتفي بخيرة البنات الذين أكرمهن الله بحفظ كتابه العزيز، فهن أهل القرآن وخاصته. فليكن هذا التتويج رسالة تقدير لكل حافظ وحافظة، ولكل أسرة دعمت أبنائها، ولكل معلم ومعلمة أفنوا وقتهم وجهدهم في خدمة كتاب الله. أنا أستاذة تورية المختاري، مؤطرة هنايا تابعة لكتاب مسجد حفصة. الحمد لله كاين أنشطة مخصصة لحفظ القرآن والروايات وقواعد التجويد بصفة عامة، يعني واحد النظام شامل الحمد لله منظم في إطار ما يسمى بالمسيرة القرآنية. الحمد لله حتى سالينا الموسم الدراسي، وحنا الآن اليوم كنحتفلوا بالختام ديال الخريجات وديال الحافظات، ونشكروا الناس المسؤولين على الجمعية، ونشكروا يعني الأستاذة إلهام على الوقفة ديالها الكبيرة في إطار يعني تحقيق هذا الهدف المنشود، وهو نوصلوا لهذا المستوى هذا إن شاء الله ديال الخير فيما يتعلق يعني المسيرة القرآنية ككل. معكم شيماء الشامي. انا كنتكلم اليوم باسمي واسم طالبات اللي معايا. اليوم ربي كرمنا بهذه الفرحه، فرحه ختم كتاب الله كتاب مسجد حفصه ام المؤمنين رضي الله عنها. المهم اليوم فرحتنا كانت كبيره بزاف انا والاخوات، ان ربي كرمنا بهذا اننا نوصلوا لهذا الموصل ديال ختم كتاب الله، واللي كانت المسيره ماشي بسهله، يعني ما بين العناء ديال انك تمشي وتجي يوميا، انك تجاهدي باش تحفظي ديك الثمن ديالك وتجيبيه وتجيبي الحزب. انا الحمد لله اللي كرمنا ربي بهذا الفضل الكبير، ونتمنى الله يوفقنا نضبطوه ونعملوا به ويتقبلوا منا ويجمعنا حنا والاخوات وجميع المسلمين في اعلى عليين ان شاء الله، في جنات الفردوس الاعلى. وتبقى مدينة فاس نموذجا مشرقا للمدينة التي جمعت بين الأصالة والعلم والإيمان، وستظل دور القرآن الكريم فيها منارات تهدي الأجيال إلى طريق العلم والفضيلة، وتؤكد المكانة التاريخية لفاس كعاصمة للعلم والقرآن في المغرب.